السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جالي إيميل خاص بسهم الهندسية والمعمارية للإنشاء والتعمير اللي احنا كنا اتكلمنا عليه امبارح، رمز السهم ENGC. طبعا هم عملوا تحديث النهاردة لمستوى وقف الخسائر الجديد 19 جنيه و80 قرش. طبعا هم رفعوا مستوى إيقاف الخسائر لأن السوق دلوقتي فيه هبوط، فهم يعني مش عايزين الخسائر تمتد وتزيد. طبعا احنا هنيجي نبص على السهم هنا النهارده. طبعا للاسف السهم عامل خسائر، بس ان شاء الله السهم يحصل فيه ارتدادة. طبعا هنكتب هنا السهم. هو هنا النهاردة واقف عند 21 جنيه 66 قرش. طبعا بخسائر 6%. هو بيعمل هبوط دلوقتي، بس برضو الكل يحتفظ طالما هو مستوى ايقاف الخسائر لسه ما تحددش. يعني احنا نيجي نبص هنا، هو عامل 22 مليون هبوط، طبعا نسبة كبيرة، وفي ناس بتخرج من السهم. طبعا ده بسبب هبوط التجاري الدولي ونزوله. بس يعني نلتزم برضو بوقف إيقاف الخسائر علشان اللي دخل في السهم ما يكونش محقق خسائر كبيرة، وإن شاء الله السهم يعمل ارتدادة تانية للأعلى ويحقق صعود إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع.